السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. يا جماعة، طبعا رسميا حفيظ دراجي يعلن الحرب على المغرب. حس بأن هناك خطورة، وخطورة مهمة جدا، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على وسائل الإعلام المغربية والعربية، وعلى في الفيسبوك، في الانستغرام، في جميع منصات التواصل الاجتماعي. فحسوا بالخطر، وهو طبعا هو الواجهة بتاعة الإعلام الجزائري. فالآن أعلن في الفيديو، أنا حوريكم الفيديو بعد شوية. فأعلن رسميا خلاص أنه حيشين حرب على المغرب. لكن أنا بعد هذا المقطع صوتي حسمعه لكم بس بعد شوية. عندي كلام تاني وكلام مهم جدا، وحوريكم فيديو سابق لحفيظ دراجي وشوفوا وقالوا فيه شنو. أول حاجة خلونا احنا نسمع في الأول، نسمع الفيديو اللي أعلن فيه الحرب على المغرب، ونشوف ليه هو قال كده. اسمع. إلى هذه الحرب التي تشن علينا، التي لا نريدها، ولكن يبدو أننا مضطرين نخوضها سلميا. طبعا نخوضها بتقوية أنفسنا بالدرجة الأولى، وحماية بلدنا بالدرجة الثانية، بالوسائل السلمية والحضارية، بالقلم، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أدعو كل الجزائريين إلى فتح حسابات في كل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الذكر على الأقل اسم الجزائر والاعتزاز بذلك. شكرا لكم مرة أخرى، عيدكم سعيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. طالع في فيديو قدام الناس بيطلب منهم: أيها الشعب الجزائري، أيها الجماهير الحبيبة، كل واحد فيكم يعمل له حسابين في الفيسبوك، في الانستغرام، في تويتر، لكده. الله يرضى عليك يا حافظ يا دراجي، الله يرضى عليك، الله ييسر لك أمرك يا أخي، الله ييسر لك أمرك لو كانت نيتك سليمة. حفيظ دراجي بيطلع قدام الناس بيقول لهم: اعملوا حسابات، أي شخص يعمل حسابين ثلاثة، أي شخص يعمل حسابين ثلاثة، حساب باسمك، وحساب باسم خالتك، وحساب باسم عمتك، المهم أي واحد يكون عنده حسابين ثلاثة، لأنه خلاص المغرب بدأ معانا حرب، ونحن كذلك لازم نبدأ معاهم حرب. فعشان كده اعملوا حسابات فيسبوك، اعملوا حسابات انستغرام، عشان تذكروا فيها وتمجدوا فيها الجزائر، لأنه في حرب الآن موجودة. انتوا عارفين يا جماعة، قبل ما نمشي لفيديو تاني قديم بتاع حفيظ دراج حنسمعه قال شنو، وحتتفاجئوا من هذا الكلام اللي قاله. قبل ما نمر للفيديو التاني اللي حتسمعوه بعد شوية، انتوا عارفين يا جماعة الكلام اللي قاله حفيظ دراج قبل شوية، أول حاجة إن دل على شيء فإنما يدل على ضعفهم، يدل على ضعفهم وقلة حيلتهم. يعني تخيل معي أنه حفيظ دراج اللي ما شاء الله كان عنده شعبية كبيرة جدا في الوطن العربي، المعلق الرائع في بين سبور، يطلع الآن ويقول لهم اعملوا أكثر من حساب فيسبوك عشان ننتصر على المغرب. يا جماعة قمة الغباء، والله العظيم قمة الغباء. يا أخي كان تركز مع تعليقك بس، كان تركز في التعليق في الكورة بس، ابدا ما تمشي لموضوع بتاع يا اخي اعملوا كده وخلينا نتحارب مع المغرب ونعمل ونسوي. قمة الغباء. هسه في انسان واعي، انا او اي انسان ممكن يقول يا جماعه يلا اعملوا حسابات فيسبوك وانستغرام عشان نمشي نحن نحارب المغرب. طريقه بدائيه، هذا مش مستواك اصلا، مش مستواك. من المفترض انت تكون اعلى من هذه الطريقه البدائيه. هل طيب لو الجزائريين هم لوحدهم ما عندهمش وطنية عشان اللي تعمل لهم عدة حسابات، ف هم ما ينتظروا منك انه انت اللي تقول لهم اصلا. من المفترض لو فعلا المغاربة عاملين اكثر من حساب وبيوصل، لا، المغاربة اي شخص بيتكلم عن نفسه بس، ما فيش 4 حسابات و5 حسابات و6 حسابات. وين الحرب؟ انت اللي بديت الحرب. وانا حوريك الان بعد شويه واحد من اهلكم جزائري هو اللي حيتكلم عنك، جزائري مش مغربي، يعني مش بيحب المغرب ولا كده، لا جزائري. حنسمع بعد شويه. خلونا يا جماعه اول حاجه، خلونا نسمع كلام قالوا حفيظ الدراجي، قبل كده. نسمع عنه قال شنو عن المغرب. وهو طبعا في الوقت ده كان هو في زياره للمغرب،
وشوف كيف كان بيتكلم عن الملك محمد السادس، وكيف بيتكلم عن المغرب وكذا. يقدروها ويثمنوها أيما تقدير وأيما تثمين. خطوة ولبنة أخرى ومبادرة أخرى ومد يد أخرى أن يتحدث جلالة الملك عن منتخب جزائري متوج بكأس أفريقيا، فهذا أمر عنده دلالات كبيرة جدا. يعني أنا لا أعتقد بأن هناك ملوك أو أمراء أو حتى رؤساء دول أخرى يتحدثون بهذا الشكل عن تتويج منتخب آخر مثل ما تحدث عنه جلالة الملك بهذا الشكل أسبوع تقريبا بعد التتويج، في ذكرى عزيزة على الشعب المغربي وعزيزة أيضا على جلالة الملك. أعتقد بأنها تحمل الكثير من الدلالات وتحمل الكثير من المعاني ووصلت الكثير من القلوب في الجزائر. نتمنى الخير إن شاء الله للمغرب أولا، للجزائر ثانيا، ونتمنى إن شاء الله كل ما يريده الشعبان يتحقق، سواء كان الشعب المغربي أو الشعب الجزائري. نقول بأنه احنا مصير. يعني أول حاجة قال جلالة الملك، نشكر جلالة الملك على إنه يعني هنأ الجزائريين بفوزهم بكأس أفريقيا. ويعني الطريقة اللي قالها والطريقة باش هنأ الجزائريين ما في أي رئيس دولة يعملها. تبارك الله ما شاء الله جلالة الملك محمد السادس، وقال أهني المغرب اولا والجزائر ثانيا. يعني حتى سبق ما شاء الله. شوفوا الحب يا جماعه كيف كان واصل عنده، شفتوا الحب كيف كان واصل عنده. كان المغرب بالنسبه له رقم واحد، الجزائر رقم اثنين، عادي جدا عادي جدا. الان الجزائر رقم واحد والمغرب رقم لا نهايه، صفر، ما عندها دور اصلا في حياته. شوف يا جماعه، انتقال من مكان لمكان آخر. يعني لو كان حفيظ دراجي محافظ فقط على تعليقه في بين سبور كان يعني يعني كان حيكون كويس. لكن انت انتقال يعني من مستوى عالي لتحت، يعني شيء فظيع جدا. طيب خلونا نشوف رد واحد من اخواننا الجزائريين، شكله هو زعلان برضه. زعلان ايضا. هو تكلم عن حفيظ دراج، رد عليهم يعني خصوصا الفيديو الاول. فشوفوا كيف احساس يعني هذا الشاب الجزائري. اسمعوا. ودافعوا على انفسهم. شكون اللي سد؟ ولي شويه اللور، شكون اللي سد؟ يلا شكون اللي بدا هذا الشيء؟ بدا بونيف وبدا المصيبه الكحل. شكون اللي بدا هذا الشيء؟ قال له انت الان بتقول انه نحن حاليا عندنا الحرب على المغرب، والمشكله انتوا اللي بديتوا، بداه بونيف زي امثال بونيف او انتوا او كده، فانتوا اللي بديتوا الحرب. ما تجي الان وتقول على انه المغرب بدا الحرب ونحن لازم نحن حنرد عليه ونعمل حسابات فيسبوك. علاش تضيعوا على الناس؟ علاش نناقشوا المواضيع نحلوا؟ قالوا يديروا تحداو في هذه وفي هذه ناقشوا المواضيع بصح باش انت تسبهم ومن هو يرد لك وليت راهم هاجمين علينا وانت القناه الدوليه ديال القناه الارضيه العاديه ديالنا الدوليه طيب هضره تيحلم الهضره ديريكت. واحد يقول له المسيره الخضراء درتوها بالعاهره واش كيفاش هذا هو النيفو؟ كيفاش انت تسب فيهم مباشره وتدور تقول هما راهم هاجمين علينا باش تخفي؟ قال انت بتسب يا حفظ يا دراجي، انت بتسب عليهم مباشره وبتسبهم مباشره وبتشتمهم مباشره، فتيجي تقول هم اعلنوا علينا الحرب. احنا اخرى نشوف احنا نجيو ندقوا معاهم واللي فوق سمعونا واللي في اوروبا يتقاتلوا المشاكل يعني ماشي. يعني يا جماعه باختصار اخوان الجزائريين في حد ذاتهم طبعا على العين والراس الاخوان الجزائريين اللي مثل هذه الشخصيه، يعني صراحه شخصيه رائعه. بيتكلم بكل مصداقيه، بيتكلم بامر الواقع، عارف ما يحصل في الجزائر. الان بيتكلم بيقول يا حفظ يا دراج انتوا اللي بديتوا المشاكل على المغرب، والان بتجي بتقول لنا على انه يا اخي هم اللي بدوا الحرب، والان تعالوا نحن نستعيد عشان نحن نحاربهم. كلام في قمه الغباء. خلاص يعني انتوا يعني موضوعكم انتهى. نحن بنقول بالسودانيه الموضوع استحمى يعني خلاص انتهى، ما اصبح عنده دور. فحفيد يا دراجي اصبحت يعني للاسف اصبحت يعني يعني شخصيه دون المستوى صراحه. يعني انت كنت معلق رائع ومعلق بيحبه اغلبيه الناس، لكن الان دخلت في امور لا تعنيك، ودخلت في امور اكبر منك. ما كان في اي داعي انك تدخل لهذا المجال وانك تتكلم بهكذا طريقه وبهكذا بدائيه وفي امور انت اصلا لا تفقه فيها شيئا. ما كان في اي داعي انك تدخل لها. فيا حفظ يا دراجي اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك، اسال الله سبحانه وتعالى ان
يرد لك العقل شويه اللي كان عندك من قبل. ما ممكن يعني، ما ممكن. والمشكله مش انا اللي برد عليك او المغربي اللي بيرد عليك، اخوك الجزائري بيرد عليك. الجزائريين في حد ذاتهم هم اللي بيردوا عليك. هذا نحن عندنا مثل بالسودان بيقول لك لو في اثنين قالوا لك راسك ما فيش فتبنوا، يعني اهبشوا. لو اثنين قالوا لك راسك ما في، فانا بقول لك راسك ما في، واخوك الجزائري بيقول لك راسك ما في، اعمل كده للاسف. فدي كانت حلقة اليوم، نلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم محمد حسونة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.